السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بصحة وسلامة وراحة البال يا رب. واكيد اول ما نبدأ الفيديو صلاة على محمد وآل محمد، لايك، اشتراك، تفعيل الجرس على شنو انزل من فيديوهات جديدة توصلكم. اليوم بلشت وياكم الفيديو مالتنا من الصبح. اليوم الفيديو مالتنا كلش حلو، بيطلع بيطبق وفي عزيمة وبتغيير هواي من الشغلات. ان شاء الله ما بقى شي وتجينا البرودة. شوفوا بنات، الصيف صح يعني حلو بهواي اشياء، بس انا عندي الشتاء احلى بهواي. ليش؟ تقدرين تتلفلفين بالبطانية وتقعدين صح مدوخة النفط، واحنا دائما نقول الشتاء كآبة ومو مثل الصيف يعني تقدرين تطلعين تمشين براحتك، وبالأخص للي عنده طفل. بس أني الشتاء بكل مساوئه أني أحبه والله، يعني مو مثل الصيف. ما أعرف، احتمال لأن أختنق، يعني أنا بالصيف أختنق. يعني ما أحب الصيف لأن عندي غدة، فالحرارة كلش تأذيني. فشنو أحب الشتاء. فبدينا نجهز تجهيزات الشتاء، ترتيبات البيت، تنظيفات البيت أكيد. هنا أول ما شفتوه فرغ زوجي الصبغ، أنا وياه رح نصبغ الغرفة، راويتكم إياها بس ما طلعت الأغراض اللي بيها، يعني بس سحبت لأن كانت أكثر من لون. أني العام صبغت بس الفوق، سويت يعني شلون نص الحائط. ما جريت الغراض كلها، فهسه قلت لا خلي أجر كل الغراض ونصبغ الجواها. فانتظروا يعني تغييرات كلش حلوة راح تشوفوها إن شاء الله. طلعنا هنا، أخذت موكيت بس، وفصلت بردة هماتين للاستقبال. بس شنو بنات، الموكيت من أخذته جيت شفته هناك لون، من جيت فرشته بالبيت لقيت اللون مالته غامق، فحسيت يعني لونه مو موالم. فقلت شنو، راح اروح ابدله، وان شاء الله من ابدله واجيب البردة راح اراويكم التغييرات. تغييرات كلش حلوة، واخذت مشتريات هسه هماتي حراويكم اياها. هاي هنا يم اللي يفصل البردات. شوفوا الموديلات اللي تجنن، الكياتة والوان الفواتح كلش حلوة. بالرغم يعني ألوان الشتاء لازم تكون شوية ألوان غامقة، بس لا، الفواتح تفتح المكان، تنطي رونق للمكان، فالجمالية كلش حلوة. فهنا من خلصت من السوق رحت مريت الأيري، وهناك كانوا مسوين تمن ومرقة. المرقة والدجاج والدتي كانت طابخته، بس التمن أنا طبخته. خلي أراويكم فدوة اللي ايدها بركة. الوالدة من تطبخ شي بركة، واكيد انتو عندكم اكل امهاتكم ما يعلى عليه ومتعودين عليه، وما نحس بنكهة الاكل الا من ايد امي، لان النفس مالتها بالاكل كلش طيب. والحمد لله والشكر احنا هماتين كل احنا طلعنا عليها، كل احنا اكلنا يعني طيب، نفسنا طيبة بالاكل. هنا هاي سويت ليمون. هنا حضرت الصلصة مالت السمك، كانت شوية معجون وكاتشب وشوية تمر هند وليمون وقليل من الملح وشوية فلفل أسود، خليت وياها وخلطتها كلها. صار طعمها يجنن. طبعا السمك خليناه بالفرن، لأن الوالدة حتى خلت لي يعني ليمون وملح، فجيت أنا خليته بالفرن، قطعت هاي البصل وقطعت الطماطة، لأن هاي ويا الشوي كلش طيبة تصير. هنا شوفوا آخر شي من يستوي آخر دقيقتين أخلي عليه الصلصة، لأن هنا كان حجمهم يعني كلش كبير، فلازم يستوون كلش زين. وانا همتين حضرنا الشاي المهيل عيني لازم أكيد، وبدينا نصب. وألف الحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين، خير وبركة ولمة الأهل والأحباب يا ربي يديمها يا ربي. وبنات انتظروا الفيديو الجاي، عندي تغيير المطبخ أماتين إن شاء الله أنزله وياكم. راح تشوفون شنو التغيير اللي راح أسويه، أكيد راح يعجبكم. وأنا متعودة كل تغيير كل شيء أسويه ببيتي لازم أشارككم بيه للاستفادة. هنا شفتوا صبيت حضرت الأكل كله. اليوم ما سوينا
الحشوة الوالد كان مشتهي بس عليه كشمش، فخليت عليه الكشمش شلون صار شكل حلو. والدجاج هماتين خلينا. جيت هنا حضرت اللبن، هنا خليته بكاسات، والطرشي هماتين حضرته، وسوينا زلاطة هماتين، بس ما شاركتكم بكل شي لأن قلت الفيديو يطول. وهنا أخوي بدأ يمد بالسفرة، وخير وبركة ويا رب يحفظهم ويديم اللمة علينا يا رب إن شاء الله. وأكيد وراي السمت شنو؟ الجاي المهيل اللي سويناه. وهسه من راح ارجع لبيتي بنات، يعني ما بقيت هواي، راح ارجع راح اراويكم المشتريات اللي خذتها، مشتريات كلش حلوة وبسيطة، وانا كنت يعني محتاجتها، فقلت خلي اشاركها ويا البنات. هاي هنا رجعنا. شوفوا بنات، هنا من رجعت من قلت لكم انا فصلت بردات، عندي التور مال البردة ما بيشين، فقلت شنو راح اسوي؟ راح ابرش صابون واخلي وياه قاصر لان هو شوية بيه لون صحراوي، اخففه بالمي واخلي زاهي واخليه يغسل. شوفوا هاي هيجي الصابون برشته صابونة كاملة، والعطر مالتها يخبر، وغسلتها. هاي من رجعت بالليل. شوفوا حتى التصوير مالته بالليل. بس بنات شنو صار يجنن، يخبل صار اللون مالته. شوفوا هنا خففت القاصر بالمي ليش؟ لان قلت لكم بيه لون يعني لون صحراوي اخاف ينعدم. وبعدين ضفت الزاهي وغسل الوحدة، صار يجنن فتشي صار اللون مالته. واللي تريد يعني البياض اكثر تخلط ويا القاصر خل الابيض، بس انا كان ما متوفر عندي الخل الابيض. الخل الابيض ينطي بياض يجنن. شوف بنات، اخذت هذه مالت الكلينس، السعر مالتها كان 10 بس نطانيها على 8. شكلها كلش حلو، شي غريب. هنا أخذت هذا، ما أعرف يعني لو أسويه على الكاونتر لو أخليه داخل الكاونتر. شوف شنو راح أسوي تغييرات وياكم، أكيد راح أشارككم بكل شي. وبنات يعني أنا هم أريد رأيكم، شو تقولون؟ أخليه فوق الكاونتر لو أخليه داخل الكاونتر؟ هذا كان المتر مالته 1000، أخذت مترتين. هنا أخذت هذا اللايلون الجيلاتين، راح أخليه على ميز الطعام. كانت المترة مالته ب4000، بس حسب لي المترة ونص على 5. وشوفوا بنات، هنا أخذت هذا مالت المجمدة، أريد أغير هذا أشيله بالشسوار وأخليه. بس هذا شنو بنات؟ هذا جلد، من راح أشتغله راح أراويكم إياه، كلش حلو وموديله يعني هسه دارج. هماتين اشتغله بالشسوار، هو يلزق من كيفه، بس اشيل القديم واسوي وياكم هذا الجديد. ليش بنات؟ حلو تغيير. مليت من هاي، ولو هي المترة ب1000، بس انا هذا اخذته لا المترة على 4. قياس المجمدة مالتي لان صغيرة، شقد صار مترة الا ربع. فمن اشتغله ان شاء الله اراويكم اياه، واكيد ان شاء الله راح ينال اعجابكم. اتمنى ان المشتريات عجبتكم. هذه اخذتها قبل فترة وياكم، هذا مالت الكلينس. اتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من لايك حلو من ايديكم، تعليق يثبت وجودكم، ولهنا اقول لكم اني كلش احبكم واحترم ارائكم. باي باي بنات.